سمعت قبل كده عن الأفلام اللي بتحقق مليارات. فيلم زي أفاتار وأفينجر كل واحد فيهم عمل 2 مليار دولار، ومسلسل سكواد جيم عمل 1 مليار دولار. المبالغ دي تعتبر اقتصادات دول. هي الأفلام ازاي بتعمل الفلوس دي كلها؟ يلا نبدأ. قناة ستارت اب بنقدم محتوى عن ريادة الأعمال والبزنس والاستثمار، وأفكار كتير ممكن تفيدك لو أنت بتبدأ بزنس جديد أو حتى لو اوريدي بدأت. المعلومات اللي بتقدمها في الفيديوهات دي بتكون عبارة عن كتب، مش بنلخصها، بنشرحها شرح كامل، ومعلومات متجمعة من أكبر وأهم رواد الأعمال في العالم. فلو مهتم بإن أنت تعرف أكتر، اشترك في القناة. الحاجة اللي بتخلي الأفلام والمسلسلات تعمل فلوس دي هي إنها تعتبر باسيف إنكم. يعني إيه؟ يعني الفيلم أو المسلسل يتصور مرة واحدة ويتباع كتير. الفيلم قبل ما يتعمل ممكن ياخد سبونسر، رعاية، يعني زي أبل بتدفع فلوس علشان منتجاتها زي الآيفون والآيباد وغيرها تظهر في الأفلام، عشان يعملوا براندنج لنفسهم. وبيدفعوا لحاجة زي دي فلوس كتير. ومش بس الشركات هي اللي بتدفع، ممكن كمان تكون مؤسسات. يعني لو انت بتعمل فيلم عن حقوق المرأة مثلا، ممكن تكلم الجمعيات المهتمة بالموضوع ده وتطلب منهم دعم أو رعاية للفيلم اللي انت بتعمله. المهم، الفيلم اتعمل خلاص الحمد لله. أول حاجة بينزل سينما، وطبعا المكسب بيجي من فلوس التذكرة نفسها. جزء منها بيروح للسينما، وجزء بيتوزع على الناس اللي اشتغلت في الفيلم، ممثلين ومخرجين وكده. والجزء الأكبر طبعا بيروح لشركة الإنتاج. وبعد لما الفيلم يكون خلاص خد وقته في السينما وعمل فلوس، بيبدأ يتعرض في 3 أماكن مختلفة. أول حاجة طبعا هي الستريمينج سيرفيس زي نتفليكس وديزني بلس، وممكن تاخد حقوق حصرية، يعني مفيش منصة ولا قناة تانية تقدر تعرضه. ودي طبعا بتكون تكلفتها أعلى بكتير. مش بس المنصات هي اللي بتعمل كده، في قنوات تلفزيونية كمان بتاخد حقوق عرض الفيلم، بتعرضه مرة أو اتنين، بتدفع مبلغ محترم، وبالذات لو كان الفيلم جديد. وكمان الشركة بتروح وتعمل نسخة منه بلوراي للناس اللي لسه بتحب تشتري اسطوانات، أو حتى لو عايز يشتري الفيلم أونلاين ويفضل معاه على طول. خلاص كده أرباح الفيلم وقفت؟ لأ، لسه بنقول يا هادي. في حاجة تانية بتعمل فلوس أكتر من اللي فات كله، وهي الميرش. يعني خد اسم الفيلم أو الشخصيات بتاعة الفيلم واعمل منها أي حاجة: هدوم، مقالب، وجبات، شنط. أو خد حقوق الفكرة نفسها واعمل الفيلم لعبة أو مدينة ملاهي. ودي بالمناسبة هي الطريقة اللي خلت جيكي لورينج اللي كتبت روايات هاري بوتر مليارديرة، وجورج لوكاس بسبب ستار وورز بقى معاه ثروة مهولة. ايه الحاجة اللي خلت ستار وورز ينتشر و2001 سبيس اوديسي برغم ان هو فيلم فني له احترامه، بس ما عملش نفس الفلوس الكتيرة اللي عملتها ستار وورز؟ الفكرة ان ستار وورز كان فيلم تجاري، ولكن 2001 سبيس اوديسي كان فيلم فني في المقام الاول. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بين الاتنين ان الفيلم التجاري هو فيلم مشوق، اكشن ومغامرة، في البطل وسيم بينقذ حبيبته الجميلة والشرير بيخسر او يموت، وفي تريقة كده على الموضوع بتاع القصة بتاعة الفيلم التجاري ده، بس هي واقعية. وهي ان عشان تعمل فيلم تجاري محتاج تجيب ممثلة حلوة وممثل مشهور، كام مشهد اكشن، وبس بقى عندك فيلم تجاري 10/10. الافلام الفنيه مش كده. الافلام الفنيه بيكون ايقاعها عادي جدا، هدفها توصل لك فكره او احساس. ممكن تلاقي حاجات غير متوقعه بتحصل، البطل مات في نص الفيلم، الشر هو اللي بيكسب في الاخر، او البطل وصل لهدفه بس خسر كل حاجه. تحس انها عايزه ما تطلعكش مبسوط، عايزه تديك صدمه الواقع زي ما هو من غير ما تغير فيه اي حاجه. والصوره بتاعتها بتبقى خلابه لدرجه ان انت تكون عايز توقف في اي شوت من الفيلم وتاخد سكرين وتعملها خلفية للكمبيوتر او للتليفون بتاعك من كتر ما هي حلوة. الافلام دي للاسف لانها بتكون فلسفية جدا مش بتعمل فلوس خالص، فعملت 1,000,000 دولار واحد يبقى انجاز. والافلام دي لان ميزانيتها قليلة جدا مش هتلاقي ليها اعلانات في كل حتة زي الافلام الكبيرة. في الاغلب هتلاقيها في المهرجانات بتاعت الافلام زي كان او فينيس، او هتسمع عنها في اخر السنة خالص لما حفل جوائز الاوسكار يقرب. وده يخلينا نسأل سؤال: هو الفن اللي بجد ملوش مكان؟ وايه السبب؟ هل عشان هو ممل، ولا عشان احنا بندور على الحاجة اللي تدينا دوبامين بسرعة؟ مش عايزين افلام فلسفية ووجع دماغ، احنا عايزين حاجة ممتعة نفصل بيها دماغنا وننبسط. يا ريت تشاركونا رأيكم في الكومنتات. دي كانت كل حاجة عند الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وشاركوا الفيديو مع اي حد مهتم، واشتركوا في القناة لو عايزين تشوفوا محتوى زي ده اكتر. سلام.